أكيد أنت أول ما بتسمع عن فرح أو جواز بيجي في بالك أغاني الحب، دبلة الخطوبة، أو حتى رقصة العريس والعروسة. بس اللي ما تعرفوش بقى إن في بلاد تانية أول ما بيسمعوا كلمة فرح بيجهزوا العصاية علشان يضربوا العريس على رجله، أو الأب بيجيب موس علشان يحلق قرع لبنته، وحاجات تانية أغرب بكتير هتسمعها لأول مرة. عموماً بلاش نطول كتير، كمل معايا للآخر علشان تعرف أغرب عادات الزواج في العالم. وما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أنا إسلام السيد ودي قناة صندوق الدنيا. في الصين عندهم طقس غريب جدا، وهو إن العروسة المفروض بتعبر عن مدى حزنها وزعلها إنها هتسيب بيت أهلها، فبتبتدي تعيط قبل الفرح لمدة ساعة يوميا. وما بيبقاش ده لمدة يوم أو 2، لأ، دي بتبتدي تعيط قبلها بشهر كامل. بس الحلو هنا بقى إن أول أسبوع بتبقى لوحدها اللي بتعيط، والأسبوع التاني بتشاركها أمها كمان في العياط، والأسبوع التالت بتيجي الجدة وتدخل معاهم على الخط وتعيط معاهم، والأسبوع الأخير بيحسوا إن لا مش كفاية، فبيعملوا حفلة عياط جماعي للعروسة وأمها وجدتها وإخواتها البنات، كله بيعيط. وهنا القبيلة شايفة إن العياط ده مش بس حزن، لكنه تقليد قديم بيعبر عن مشاعر العروسة، وكمان بيدي نوع من المباركة للزواج. يعني بدل ما بيجهزوا العروسة بالمكياج والفستان الأبيض، بيجهزوها بتدريبات عياط مكثفة. في بعض القبائل الهندية عندهم العروسة اللي بتتولد تحت برج فلكي اسمه منغلك بيبقى حظها وحش، وإنها لو اتجوزت فبتقتل عريسها. فالحل بالنسبة لهم كان بسيط جدا، إنهم يجوزوها من شجرة، وبعد الجواز يقطعوا الشجر علشان ينهوا الجواز الوهمي ده، وبكده تكون اتحلت العقدة وترجع تتجوز بني آدم عادي جدا. على حسب معلوماتي إن العروسة بتروح للميك اب ارتست تصرف مرتب سنتين قدام علشان تاخد وشها وشين معجون وصنفرة ودوكو. ولكن في بعض القبائل في كينيا وخصوصا قبيلة الماساي الوضع بيبقى مختلف شوية. العروسة قبل الفرح على طول بتحلق شعرها زلبطة أبيض يا ورد، لا وكمان بتدهن شعرها بدهن الخروف والزيت، بسم الله ما شاء الله عليها، بتحط له لية على راسها، لا وكمان بيجي ابوها بيبصق على راسها وجسمها. قال ايه؟ عشان يبقى الجواز مبارك ويجيب الحظ الحلو والفلوس للعريس. انا بس نفسي اعرف العريس بيكمل ازاي بعد كل ده. القبيلة دي تقريبا بيستخدموا أشد طرق العذاب للعريس والعروسة، اللي هو المفروض الواحد ما صدق إنه خلاص اتجوز ويتقفل عليه باب واحد هو ومراته ويرتاح شوية من كل المعاناة اللي مر بيها علشان يتجوز. بس هنا لأ، أنت تتجوز بس ما تدخلش الحمام، افضل بقى أنت ومراتك من غير حمام لمدة 3 أيام متواصلة بلياليهم، وده كإثبات على قوة التحمل وعلشان تعيش حياة زوجية سعيدة. ومن وجهة نظرهم إن ده بيزيد الخصوبة، بس من وجهة نظري إن ده هيجيب لهم تسمم. في كوريا الجنوبية وبعد ما الفرح بيخلص أصحاب العريس وشوية من أهله بيحبوا يفرحوا بالعريس شوية، فبيروحوا كده بربطة المعلم ويمسكوه ويقلعوا الجزمة ويربطوه وهاتك يا ضرب على رجله، وكله ماسك العصاية شغال ضرب وبيبدلوا على رجل العريس، وبيعتبروا إن ده طقس لاختبار قوة شخصية العريس. وطبعا كلنا عارفين طقس الفرحة بتاعت أصحاب العريس عندنا عامل إزاي. قال يعني كده بيحصلوه وهيتجوزوا وراه، ما إن شاء الله عنهم ما اتجوزوا وخلاص. لو فاكر إن تقاليد الجواز في الهند كلها بتكون حنة ورقص وهدوم بألوان غريبة، فأكيد أنت ما تعرفش حاجة عن قبيلة تودا. في القبيلة دي العروسة مش بتكتفي بالفستان والمجوهرات بس، لا دي لازم تثبت دبابيس ذهبية في فستانها كجزء من طقوس الفرح. بس ليه دبابيس؟ الاعتقاد عندهم إن الدبابيس الذهبية دي مش مجرد زينة، لا دي حماية من الأرواح الشريرة اللي ممكن تأذي العروسة في بداية حياتها الجديدة. والغريب بقى إنهم بيعتبروا كل ما زادت الدبابيس كل ما كانت
كانت العروسة حظها أحسن وفي بركة أكتر في حياتها الزوجية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو انت كملت معانا الفيديو للآخر فما تنساش بقى اللايك والاشتراك والشير، وتقول لنا حابب نتكلم في ايه الحلقة الجاية. واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.